السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد. طلاب الصف الثالث الإعدادي وآخر الأخبار والمستجدات وموعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي وشكل الامتحان هيكون عامل إزاي. أول حاجة موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي، المواد التي لا تضاف للمجموعة هتكون يوم 18 مايو 19 مايو 20 مايو. ده بالنسبة للقرارات القديمة. هل هيتم تعديلها وهيتم تبديل الآلية أو هيتم إلغائها؟ كل ده نشوفه في الساعات القادمة إن شاء الله، فاحرص إنك تكون مشترك عشان يوصلك كل جديد. أما الامتحانات النهائية أو الامتحانات بتاعة آخر العام هتكون في أول شهر 6 يوم 31 مايو بالظبط، وهتكمل لغاية أول أسبوع من شهر 6. شكل الامتحان هيكون عامل إزاي؟ شكل الامتحان هيكون طبيعي جدا، كل مادة مستقلة، مش هيكون متعدد التخصصات، كل مادة لوحدها عادي. والامتحان يعني هيكون بدرجات عادية، يعني زي كل سنة أو زي ما انتم متعودين من السنين اللي فاتت، عشان التنسيق يتحسب بناء عليها وتخشوا سواء ثانوية عامة أو أي ثانوية تانية أو أيا كان. فالامتحانات تكون شكلها طبيعي، وزي ما قلت هتكون 31 مايو، هتستمر لحد الأيام الأولى من شهر يونيو أو أول أسبوع من شهر يونيو. ده بالنسبة لآخر قرارات. هيكون في تعديل، هيكون في تغيير، أكيد هيكون في الكلام ده كله في ظل الظروف اللي احنا فيها. كل ده نتابع مع حضراتكم أول بأول، فما تنساش إنك تشترك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد. نشوفكم في فيديوز جديدة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.